السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. يلا كده نستعد لشهر رمضان، كل سنة وانتم طيبين، ونعمل حاجات توفر علينا الوقفة في المطبخ. رمضان جاي السنة دي في مدارس ودروس وامتحانات. يلا كده نعمل شوية حاجات مع بعض. اول حاجة هجيب السمنة بتاعتي، جبت 2 كيلو وسيحتهم. حطيتها على نار واطية لحد ما ساحت خالص، وحطيت فيها حبة فلفل اسود حصى، ده جميل جدا بيخلي اي حاجة في السمنة، بيلقط اي حاجة من في السمنة انت مش حباها. وهنحط معلقه ملح في السمنه، معلقه ملح على قد الكميه اللي انت جايباها. بعد كده هو بعد ما تسيح بشيل الريم اللي على الوش دوت زي ما انتم شايفين، واسيبها على نار هاديه لحد خالص ما تبقى صافيه زي ما انتم شايفين كده، والمرته تنزل في قعر الحله. بعد كده هحطها في علبه واشيلها في الفريزر، دي انا جايباها لرمضان. عايزه افرز بقى شويه كرنب، عشان بقى ايه الوقت في رمضان مش لسه هنقف ونسلق والكلام ده. في كرنب اسمه كرنب البطش الصغير كده، ده ورقه جميل بيبقى حلو قوي في التفريز، بيقعد ممكن معاكي للصيف تجيبي كميه وتفرزيها. يا اما تحطيها ورق زي ما انتم شايفين، انا حطيت معلقه سكر ومعلقه ملح وحبه كمون. السكر ده زي ماده حافظه كده. والميه ما تغليش، ما تخليش الميه تغلي خالص خالص، يا رب يا ريت يعني يا دوبك الميه تسخن، وتسقطيها وعلى طول تطلعيها ما تكملش دقيقه. ليه بقى؟ عشان هي اصلا كده كده السخونه دي، يا اما تبرديها بميه ساقعه، يا اما هتسيبيها هي لسه كمان هتدبل معاكي. لما دلوقتي هوريكي وانا بقطعها ازاي دبلت، وانا ما كملتش اصلا، يا دوبك نزلتها وطلعتها على طول. وكمان يا اما تحطيها بحالها كده، تسلقي الكرنبه بحالها وتسلتي ورقه ورقه منها. بس كده زي ما انتم شايفين. الكرنب ده نوع حلو قوي، ما بيكبرش، هو كرنب صغير كده حلو قوي في التفريز، اللي عايز يخزن كرنب يخزن من النوع ده وهو موجود دلوقتي. ماشي، بعد ما خلصنا الكميه كلها انا هوريكم دي طريقتي في التقطيع طبعا. كلكم اساتذه في الموضوع دوت. حسب بقى الصباع اللي انت عايزه تعمليه كبير تعمليه صغير براحتك خالص. يا اما تفرزيها وهي دوريه زي ما انتم شايفين كده يعني على بعض وتحطيها، ولما تيجي تحشي تقطعي. يا اما تسهلي على نفسك وتقطعي على طول. ورقتها حلوة جدا ومسكرة وطعمها جميل، اي حد عايز يفرز كرنب للصيف يعني. الكرنب الشتوي احسن كرنب ان هو يتخزن. وكل طبق بقى هتحطي فيه الكمية اللي انت ايه عايزاها، بعد ما تفرزي بعد ما نقطع الكمية كلها. انا قطعتها اهو. انت بقى عايزه بقى تعملي حله صغيره، يعني الاسره بتاعتك كبيره تعملي حله كبيره. وفي الطبق اللي انت بتخزني فيه زي الطبق دي او في اكياس، هنحط بقى حبه من الفاتح وحبه من الورق الاخضر. الورق الاخضر ده بيبقى جميل ومسكر. وهنحط كام عرق كده عشان نحطهم في قعر الحله، او الورق المتقطع المتهدر الصغير جدا. خلاص كده، دي من الحاجات برضو اللي هتساعدنا في رمضان. هنيجي بقى الهارفست، دي احلى صلصه ممكن تجيبيها، جميله جدا وسعرها حلو ب 65 جنيه. دول 2 كيلو و600 جرام و800 جرام كمان من بيم. جميله جدا، بجيبها وبفتحها وبحفظها في علب بلاستيك، وبحطها في الفريزر، بتقعد معايا بال6 شهور، يمكن اكتر كمان من ال6 شهور. بصوا، ببص على الانتاج اهم حاجه، وانت بتجيبي الحاجات دلوقتي تبصي على الانتاج بتاعها من امتى وصلاحيتها بتنتهي امتى. دي العلب بتاعه الغزل البنات اللي الولاد بيجيبوها من السوبر ماركت، دي بغسلها وبخليها. بصوا صبيتها على طول كده. بصراحه يعني مالوا ال3 علب يعني، ما عدا العلبه الاخرانيه كانت ناقصه شويه. بس جميله، وبحطها بحفظها في الفريزر. وبطلع منها وهي متلجه بالمعلقه، وبحط يعني مش بسيحها كلها عشان احط. جميله جدا وموفره جدا، وصلصه حلوه هارفست، منتجات هارفست حلوه قوي ممكن تجيبي منها. بس كده، وهنخزنهم في الفريزر وهيوفروا علينا كتير. وكل سنة وانتم طيبين. ودي الحاجات اللي لسه عملناها رمضان، ولسه في حاجات تانية. يا رب الفيديو يعجبكم وتجربوا كل حاجة. اشوفكم على خير.